مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا، بما اني بقى طلع العيد بكره لسه، فقلت بقى نعمل مع بعض كنافه بالنوتيلا خطيره جميله جدا. يلا تابعوا معايا الطريقه. دلوقتي معايا نص كيلو، مع عليهم معلقتين سكر بودر، وعليهم حوالي نص كوبايه سمنه. هقلبهم كده كويس جدا، لازم اغلف الكنافه كلها بالسمنه كويس قوي. ومعايا قالب كب كيك، بعد ما غسلته مسحته كويس من الميه، وبعد كده هدهنه بالسمنه. بنديله دهنة كده خفيفة زي ما انتم شايفين الشكل ده. وبعد كده هاخد جزء من الكنافة واحاول اسكنها كده في كل قالب كويس، واعمل لها صور كده زي ما انتم شايفين. ايوه كده، بالطريقة دي. ايوه كده، واضغط من الجناب كده عشان تدي شكل القالب. سهلة جدا وجميلة وبسيطة. ايوه كده، بسكن الكنافة كده في القالب واضغط من الجناب كويس، وبقت بالشكل ده. دخلها على درجة حرارة 200. هدهن برضو معايا القالب التاني بنفس الطريقة، دهن السمنة خفيفة، واخد جزء من الكنافة واسكنها في الجناب كده كويس. ايوه كده، واضغط. يا سهلة وجميلة جدا وشيك في تقديمها وحلوة قوي كده. بعد ما طلع الصاج الاولاني معايا، كنت مجهزة معايا السيرم، كوبايتين سكر على كوباية مية ورشة فانيليا، بس يكون العسل معايا بارد. الشربات بتاعنا، ودلوقتي ده شكلها، بطلعها بالشكل ده من القالب بعد ما اديتها السيرم. دي النوتيلا، هزوها بقى معايا بالشكل ده. حطيتها في كيس حلواني، والقمع بتاع التزيين، وبعدين هدهنها بالشكل ده. بصوا الجمال، سهلة بسيطة وجميلة وشكلها شيك، وطعمها كمان اجمل بكتير. بملى معايا قرطاس التزيين وهنحطها بالشكل ده في قلب القالب. الله الله، شوفوا الجمال، حاجة كده في منتهى الجمال والطعامة. كنت ناوية اعملها في رمضان، بس الوقت كان ضيق جدا، بس سبحان الله يعني طلع لسه ان شاء الله بكرة العيد. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. تقدري بقى ترشيها من فوق بأي حاجة. ده سوداني، انا طحنته بالشكل ده. بصوا الجمال، رقيقة وجميلة وطعمها حلو قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا نعمل الصينية التانية بنص كيلو من الكنافة، النص التاني. ايوه، جهزت معايا النص كيلو بنفس الطريقة. هديله نص كوباية سمنة بعد ما دهنت معايا الصينية بالشكل ده. دي صينية وسط ما بين الصغيرة والكبيرة، ومعلقتين سكر بودر، وغلفت الكنافة كويس بالسمنة. وهحط اول طبقة واضغط بقى عليها كويس جدا جدا جدا. طبعا الفرن معايا سخنة برضو، انا ما طفيتش. تمام، ايوه كده، نضغط حلو قوي. هديها بقى الحشو بتاعي، جوز هند وسوداني، واحط الطبقة التانية. انا عندي برطمان كده فيه حوالي معلقتين بالظبط من صوص البيستاشيو، فككتهم. كنت هحشيها بيها بس لقيته قليل مش هيكفي. دخلتها على درجة حرارة 200، وبقت معانا باللون الجميل ده. هسقيها بقى بالعسل، ما تنسيش بتطلع سخنة، والسيرم لازم يكون بارد. يلا نقلبها مع بعض. جميلة اهي، ضفتها في طبق، ما شاء الله طلع لونها جميل. هحط بقى الصوص البيستاشيو اللي هو الحبة اللي انا لقيتهم عندي، اللي هو الفستق. الحبة الموجودين انا حطيتهم، وهحط برضو ما بينهم نوتيلا اللي هي الشوكولاتة بالبندق. ايوه كده، يا خراشي على الجمال والطعام. بجد جميلة جدا جدا جدا، وسهلة وبسيطة وشكلها شيك وحلوة قوي.
بصوا بقى الجمال، حاجة كده في منتهى الجمال. ايه رأيكم في البساطة والشياكة والجمال؟ كنافة طالعة خطيرة ولونها جميل. يلا نقطع قطعة مع بعض. عايزة بقى اسمع منكم كومنت حلو وتعليق حلو. التفاعل على المنصات التانية جميل جدا، لكن بصراحة الفيس يعني برغم ان انا معروفة المفروض على الفيس اكتر من المنصات التانية. يلا اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. باي باي، كل سنة وانتم